السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم عاملين ايه؟ النهارده الفيديو ان شاء الله عن الفراخ المشوية في الفرن. انا اول حاجة جبتها بصلة كبيرة، قطعتها كده خشن شوية، وبعدين حطيت عليها معلقة كبيرة عسل اسود، نص معلقة فلفل اسود، ومعلقة زعتر، معلقة كبيرة 7 بهارات، ومعلقة بابريكا. وفركت كده البصلاية كده، قلبتها كويس في بعضها، وبعدين عصرت عليها نص ليمونة. لو عندك كاري حطي، لو عندك كركم حطي سنة صغيرة. انا الحقيقة ما كانش عندي ولا كاري ولا كركم فما حطيتش. حطيت معلقة كبيرة ملح، وجبت الفراخ كده. انا كنت مشكشكة الفراخ دي بالسكينة، مشكشكها كلها كده من فوق الجلد ومن تحت الجلد، كنت مشككها كويس قوي عشان تتشرب التتبيلة. وحطيت عليها التتبيلة، قعدت طبعا ادعكها كويس قوي في التتبيلة من فوق ومن تحت الجلد. ودي النتيجة. خرجت بسرعة، بس انا حبيت ان انا اقطع الفيديو اطلعها بعد ما دخلتها من الفرن اوريلكم قد ايه هي مستوية، وقد ايه لونها جميل جدا. وما احتجتش ولا احط صلصة على الوش ولا احط كاتشب زي اللي بيحطوا. هي ما شاء الله في الفرن يا جماعة من تحت كمان، حطيتها في الفرن من تحت على نار عالية، بسم الله ما شاء الله ما خدتش سوا خالص، وزي ما انتوا شايفين كده. وبالهنا والشفا ان شاء الله.